السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احنا باقيين في العواشر اليوم ان شاء الله غادي نصايب واحد الضليعه. هنايا عندي واحد ماشي ضلع الكتف، عندي هنايا واحد الكتف هذا راه غير مقسوم. درت له هنايا واحد الباديانه، درت له واحد 5 حبات ديال القرنفل. هنايا واحد نص معلقه ديال الخرقوم. شوفوا اللحم من يكون جديد ما تكثرولوش العطريه باش يبقى لكم في المذاق ديال اللحم، كيكون باقي زوين يعني جديد بلا ما تغمقوا له ديك العطريه بزاف. هنا نص معلقه ديال البزار، غير ربع ماشي تا نص، غير 4 معالق ديال البزار درت. ودرت واحد شويه ديال السكنجبير حتى هو نص معلقه. ودرت هنا واحد الجويده ديال القرفه. وشوفوا الملح حتى هي ما تكثرش، درت غير واحد شويه شويه ديال الملحه ما كثرتش، وراه جا الملح ديالو هو هذاك. هنايا واحد الطامه ديال الزعفران الحر، انا كيعجبني هذه كتعطي المذاق وكتعطي اللون. وهنا درت زعفران شعره الحر هنايا. وهنايا غادي ندير واحد الراس معلقه ديال الثومه، غير واحد الضريس ديال الثومه. وهنا واحد حبيبه ديال المسكه الحره حتى هي كتبنن اللحم، كتعطي فيه واحد النسمه زوينه. دابا صافي غادي ندير واحد الشيش ديال الماء وغادي ندهن داك اللحم ديالي بديك العطريه. شفتوا الطريقه؟ انايا غير تما فين غادي نطيب فين غادي نشرمل فين غادي فيت في ما كانش لا تقويت الماعله لا طباصل لا باسن. المهم هنا غادي درتو على ديك الجهه اللي فيها اللحم بزاف. هنا غادي نشعل عليه دابا. درتو في الماكسيموم، درتو في الخمسة، يعني هذه حدها الخمسة. هنا غادي نزيد شويه ديال الماء على حسب فاش يطيب لي داك اللحم. واخا كان راه عندي هذا الكتف ماشي كبير، ماشي كبير كبير كاع. هذه راه البصله، هذيك البصله اللي درت انا دايرتها في الكونجيلاتور. شفتوا هنايا راه بدا كيتبخ شباع الغليان هنايا. نحرك ديك البصله. وهنا غادي ندير له الزيت البلديه، لقاش ما درتش الزيت. الا لاحظتوا الزيت ما كنديرهاش انا في الاول، كتخليش اللحم يشرب العطريه ولا الدجاج. هنا درت واحد شويه ديال الزيت وغادي نخليه يغلى مزيان. هنا كنتكو شويه بالموس كنشوف واش بدا يدخل فيه الطياب ولا مازال. هنا راه بدا يدخل فيه الطياب. هنا في هذا الوقيت هذا غادي نجيب واحد البلاستيكه وغادي نزمتو، غادي نغطيه باش يتزمت، باش يتجمع له الفوار ويطيب مزيان، ما يديش الوقت بزاف. انا دا شي ساعه ونص ولا اكثر، نقولوا شي ساعه ونص تقريبا اللي بدا ديال الوقت في الطياب. هنا الطنجره هذه راه كتخدم بالضو. المهم هنا خليته كيطيب. هنا غادي نرافقو بواحد الفلون. هنا داك الفلون فين لي كيجي زوين بزاف، انا صراحه كيعجبني. كناكل مورسو ما كنجي ندور حتى بشي حاجه. درت كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر، درت واحد المورسو ديال الزبده. حاولوا ديروا الزبده تكون حيوانيه. وربع كاس ديال الماء درت هو الاول. داك في الاول درت عندي 4 كاس ديال الماء، درت نصو وغادي نزيد دابا نصو، يعني المجموع 4 كاس ديال الماء طايب. نياسلي بلا ما تشوفوا راه ثقيل، درتو انا درتو ثقيل بلا ما تشريو داك ديال الزنقه. من الاحسن نشريو الحليب وسنيده وصايبوه في الدار، كيتقام غالي. شوفوا تبارك الله الحليب الا بقى لكم ديروه في الثلاجه ما كيوقع له والو. هنايا غادي ندير كاس ديال السكر باش نصايب الكراميل. انا داك المول فاش كنطيب فاش كندير الكراميل ديريكت، كنبقاش عاد ندير قويت كاسرونات وقويت. هنا عاد بغيتي ديروها الضيافه ديروها انا ضيفت بها غير انا وخويا وولدي، درت عراضه غير راسنا ودرنا الكتف. صراحه كلينا ما كليناش منه بزاف، كلينا شويه صراحه باقي منه. هنا من بعد ما داب لي السكر ديالي كندورو مزيان على داك المول. هنا سيدي داك هذا الكاس فاش درت نيسلي هو فاش غادي غير هو ما غسلتوش. درت فيه 10 ديال البيضات ويطرو ديال الحليب. ندير يوطرو ديال الحليب، 10 البيضات، داك الكاس ديال المهم القوطي ديال النيسلي، داك القوطي اللي كتجيبوه ديروه كامل، كاس قل ربع ديال السكر.
هنا غادي ندير الفاني، درت شويه الفاني كثرت، واحد المعلقه كبيره. وغادي ندير داك كما كنقولوا حنا كنقولوا قوطي ولا حك ولا كل واحد شنو كيقولوا، ديال نيسلي. شوفوا راه نيسلي احسن ملي كتشريوه من الزنقه. هنا دابا غادي نطحنو في مولينكس. بعد ما طحنتو غادي نصفيه في المول. الفران راني شعلات وكيسخن، وغادي نصفيه هنا. صفيوه باش ما يبقاش فيه شي تكتلات ولا شي حاجه. هنا غادي نديرو بلا في وسط بلا، وغادي ندير له الماء طايب. غادي نغطي له الوجه ديالو بالالومنيوم، وغادي يدي لي ساعه. انايا دالي ساعه في الطياب. درت داك اللي كنديرو ديال الوقت. والمهم دالي ساعه. هنا درتو في كونجي، درتو غير في الثلاجه شي 3 ساعات ولا راه باقي ما بردش. غير انايا بغيت لا فيديو، بغيت ندير لها المونتاج وحيدته. اما هو من الاحسن يبات في الثلاجه ولا المهم نهار كامل، باش على الاقل 6 ساعات باش كيشد راسو مزيان. هنا راه شفتو راه ما كان عاد ما شدش راسو مزيان، ولكن زوين. ما شوفوا تبارك الله كيف كيجي رائع. المذاق ما نقولكمش، راه كتاكلوا مرسو كتقهموا، ما كتقدوش تكملوه. بحال دابا هذا المرسو ما تقدوش تكملوه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد الوصفات اللي كنعطيكم. وفضلا وليس امرا ديروا لايكات 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 باش يطلع لا فيديو عند ناس اخرين، وديروا كومونتير واخا غير قليب. المهم انا الكتف ديالي بعد ما طاب درتو في هاد الطاوه، درتو في الفران تحمر لي واحد شويه. هنايا هاد الطبسي اللي حطيت فيه باقي صغير، يعني الطبسي صغير، عكاس نهود حتى لتحت نجبد الطبسي. هو خصو الطبسي شويه كبير، ماشي مشكل، غير حنايا ماشي مشكل، ماشي كاينش الضياف. هنايا درت داك لاصوص ديالو جا رائع. حتى في الملح، حاجه الملح ديالو هو هذاك. كيف ما قلت لكم ما تكثروش العطريه، ما تكثروش الملح. درت هنا المشماش، عسلته. كلشي الاخوات كيعرفوا يعسلوا المشماش. ودرت البرقوق حتى هو عسلته. والله الا جا رائع. جات واحد ما نقولكمش. نتمنى ان شاء الله تجربوه. انا غادي نزيد له واحد حبيبات ديال اللوز، كنبقى لي داك النهار من الصدقه. راه عاد ما حطيت لكمش لا فيديو ديال الصدقه، نمونطيها ونحطها لكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه. عواشر مبروكه ونهاركم مبروك وبالصحه والراحه.